7 ليالي فقط، لكن حسينا كأنها فصل جديد من تاريخ بلادنا. الشوارع كانت كتتكلم، الأصوات كانت كتعلى، والقلوب عامرة بأسئلة كثير. علاش وصلنا لهنا؟ وعلاش كل مرة كنحتاجو نغوتو باش يسمعونا؟ ماشي غضب، وهو وجع شاب كيشوف بلادو عامرة خيرات ولكن ما لاقي حتى فرصة صغيرة يعيش بها بكرامة. وجع كتسمع وعود الإصلاح كل عام وكتشوف ولدها مازال بلا مستقبل. الناس ما بقاتش باغية تهاجم، الناس باغية تسمع. ووسط هاد الزحام حسيت كأننا كنعيشو مشهد قديم، مشهد تكرر من قرون، غير اللباس تبدل والزمن تبدل. فكرت في ذلك اليوم اللي جا فيه واحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، إنا نهان ونظلم، أفلا ندعو الله أن يعجل لنا النصر؟ ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال بهدوء: كان من قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه، ما يصرفه ذلك عن دينه، ولكنكم تستعجلون. ما قالوش صبر بلا معنى، قالو التغيير محتاج وعي وصبر وإيمان. هذه كانت مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، مدرسة اللي كتعلم الإنسان يطلب حقه ولكن بسلم، يتكلم ولكن ما يجرحش، يغضب ولكن ما يخربش، لأن الغضب اللي ما فيه وعي كيهدم أكثر ما كيبني. النبي صلى الله عليه وسلم ما عمرو واجه الظلم بالعنف، بل واجهه بالكلمة، بالفعل وبالقدوة. وحتى من ظلموه لما ولاو تحت الحكم ديالو عفى عليهم وقال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا المعنى العميق. الإصلاح ما كيجيش بالانتقام، كيجي بالفهم. اليوم بلادنا كتعيش لحظة مفصلية، جيل كامل طالع ما بقى كيتقبل الصمت، لكن في الوقت نفسه كيتعلم كيف يعبر بعقل. خاصنا نرجعوا نثيقوا، نرجعوا نحسوا أننا جميع مسؤول وشاب كنخدموا نفس الوطن، ماشي خصم وخصم، ولكن ناس كيكملوا بعضهم، واحد بيدو القرار والآخر بصوت الوعي. الدين علمنا أن الكلمة مسؤولية، وأن الظلم كيطيح البلاد، ولكن كذلك الفوضى كتخربها. خاصنا نعرفوا مزيان العدالة، نطالبوا نعم ولكن بعقل، نغضبوا نعم ولكن بسلم، ونسيروا القدام بإيمان أن الصوت ما خاصوش يكون رصاصة، بل شمعة تضيء الطريق للجميع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هاد اللحظة اللي كنعيشوها ماشي لعنة، هي امتحان باش نعرفوا واش غادي نكونوا جيل الهدم ولا جيل البناء. وجيل البناء هو اللي كيسمع، كيتفاهم، كيتسامح، ولكن ما كيسكتش على الحق. فكر مزيان يا صديقي، حنا ما محتاجينش نغوتو باش يحبونا، غير نكونوا صادقين في طلبنا ونخليو الكلمة تمشي من القلب للقلب، لأن بلادنا ما خاصهاش تنقاسم، خاصها تفاهم. وإذا وصلتي لهنا راك عارف أن الرسالة وصلاتك. ما بغيتش منك لا تصفق ولا تصرخ، غير فكر وتأمل وكون صوت الخير وسط الضجيج. وإلا عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ومشاركة لخوك، وخليني نسمع رأيك في التعاليق، حيث الصراحة انتقاداتكم وآرائكم هي اللي كتعاونني نطور المحتوى ونفهمكم أكثر. إلى هنا، السلام عليكم.